وسهلا بكم. قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. نبدأ قصة فيلمنا النهاردة مع شخص اسمه جو كان فاقد للوعي وبيفوق وبيلاقي نفسه جوه زنزانة ومش عارف أي حاجة عن المكان اللي هو فيه، واكتشف إن تليفونه مش موجود معاه، ولاحظ إن المكان فيه أسوار عالية، ولاحظ كمان إن في باب واحد بس للمكان، وابتدى يصرخ عشان أي حد يسمعه، وابتدى يسمع صوت ناس جنبه وبيصرخوا عليه وبيطلبوا منه إنه يسكت وينفذ اللي يطلب منه. ولاحظ جو إن الناس دي مسجونين زيه في زنزانة، وكان في فتحة صغيرة في الحيطة لاحظ جو من خلالها إن في حد مسجون جنبه، وابتدى الشخص اللي مسجون جنب جو يتعاطف معاه لما عرف ان هو لسه جديد، وابتدى يقول له ان الفتره الاولى هتبقى صعبه لكن بعد كده هيتعود. بعد كده الشخص ده بيسيب جو عشان يكمل شغله. في الوقت ده انهار جو بيحاول يخرج من المكان ده لانه مش فاهم اي حاجه عن اللي بيحصل، ولاحظ جو ان الزنزانه فيها طاحونه كبيره. في الوقت اللي جو بيحاول يلاقي مخرج من المكان سمع صوت حد قريب من الباب الحديد، اداله اكل من فتحه الباب اللي من الحديد وبعد كده مشي. في الوقت ده مد جو ايده في فتحه الباب وابتدى ان هو يستعطف الناس اللي بره وبيشرح لهم ان زوجته تعبانه. بعد كده سمع صوت بيطلب منه ان يشيل ايده من فتحه الباب، فرفض جو، فحس ان في كهرباء في ايده وابتدى يتألم من الكهرباء وشال ايده وفضل قاعد في مكانه لحد لما الليل جه، وابتدى جو يحس انه جعان فاضطر ان هو ياكل من الاكل اللي اداهوله. وفي الوقت اللي هو بياكل فيه ظهر ضوء قصاده على الحيطه وابتدى يسمع صوت بيرحب بيه من شركه اسمها ميلر، وبيشرح لجو ان ده تدريب ليه عشان يطلع احسن حاجه منه. وابتدى جو يكلم الصوت ده وبيساله عن مكانه لكن ما ردش عليه وانا مع الاتصال، فتعصب جو وافتكر ان ده عطل فني، لكن زميله اللي في الزنزانه شرح ليه انه مش عطل وهو مش مخصص ان يرد عليه، وبيقول له كمان ان في عداد تنازلي على الحيطه وده بيشير لنص الليل. بعد كده جو سال زميله اللي في الزنزانه ايه اللي بيحصل في الوقت ده، فرفض يقول له اي حاجه. وابتدى المساجين اللي جنب جو يتخانقوا معاه لانهم مش عارفين يناموا بسبب صوت جو. قرب جو من الفتحه اللي فيها زميله في الزنزانه فسالوا عن الناس اللي بيسمع صوتهم، فقال له ان دول كانوا بيشتغلوا في شركه ميلر وانتهى بيهم الامر الوضع ده بسبب تقصيرهم في شغلهم. وجو كان بيشتغل في نفس الشركه دي وكان من الموظفين الممتازين وكان ماسك اداره قسم في الشركه، واستغرب انه محطوط في الزنزانه معاهم مع انه ما قصرش في شغله. بعد كده نصحوا زميله انه ينام ويستريح لان اليوم التاني هيكون يوم صعب بالنسبه له. بعد كده صحي جو على صوت صريخ واحد من المسجونين وابتدى يقلق جو وحط ايده على ودانه علشان ما يسمعش الصوت ده. وفي اليوم التاني وصل لجو الفطار وسمع صوت بيقول له انه لازم يخلي الزنزانه نظيفه عشان ما يبقاش فيه عقاب ليه، وبيقول له زميله اللي في الزنزانه ان في مكان تحت الارض يقدر يرمي اي حاجه هو مش عايزها. وفي الوقت اللي جو بينظف المكان اتصدم لما شاف هيكل عظم الانسان مدفون تحت الارض، فجري جو على جاره علشان يساله، فقال لجو ان في ناس قبليه كانت موجوده في المكان ده وماتوا. فاستغرب جو ورفض يصدق ان ممكن تكون شركه كبيره زي ميلر ممكن تعمل كده في موظفينها. ففكروا زميله اللي في الزنزانه بالعقد اللي مضاه مع الشركه وشرح ليه وقال له ان التدريب ده كان في بنود العقد، لكن ساعتها ما حدش اهتم ان يقرا بنود العقد، وده لانهم كانوا مبهورين بالشركه ومفيش حد اهتم بقراءه البنود. وبيقول له زميله اللي في الزنزانه ان مفيش حل غير انهم يتقبلوا الوضع وينفذوا المطلوب منهم لانهم مش عارفين امتى يخرجوا ولا هيخرجوا ولا لا. وابتدى الصوت يتكلم مع جو تاني عشان يبلغوا المهمه مطلوبه منه، وابتدى جو ينهار وبيطلب ان هو يخرج من الزنزانه دي، مع العلم ان هو اشتغل في شركه لمده زمنيه كبيره عمره ما اثر في شيء. واستمر جو في الصراخ لغايه لما سمع صوت انذار عالي عشان يسكت جو، وبيرجع الصوت اللي بيتكلم مع جو مره تانية وبيبلغوا ان ده اول يوم تدريب ليه، وده لانهم لاحظوا ان في انخفاض في مستواه في الفتره الاخيره وده اثر على انتاجيته للشركه وادى كمان بدوره الى انخفاض الارقام في القسم اللي هو كان مسؤول فيه. وابتدى الصوت الاصطناعي يشرح لجو مواعيد الشغل اللي هتبدا من 6 الصبح لغايه 10 بالليل، ومطلوب منه ان هو يجر الطاحونه وكل لفه من الطاحونه بتتحسب بنقطه، ومطلوب منه انه يحقق 50 نقطه في اليوم، ولو خلص اليوم بدون تحقيق النقط المطلوبه هيتم معاقبته، وهيشوفوا في نهايه اليوم من اقل واحد حقق النقط المطلوبه، وحتى لو حقق كل النقط المطلوبه منه لكن اقل من زمايله هيتم استبعاده ومعاقبته. بعد كده بيروح جو للكاميرا اللي تحت الباب وبيكلمهم وبيعتذر منهم وبيحاول معاهم عشان يخرجوه عشان يروح لزوجته اللي تعبانه، لكن مفيش حد يهتم لكلامه. ونصحوا زميله اللي في الزنزانه اللي جنبه ان هو يسكت ويوفر مجهوده لان مفيش اي حاجه ممكن تتغير لانهم كلهم مروا بنفس الوضع اللي هو فيه ومفيش حاجه اتغيرت، والحل الوحيد ان هم ينفذوا التعليمات المطلوبه عشان يقدروا يخرجوا من المكان ده. وبيكون الوقت قرب على الساعه 6 عشان يبتدي جو يستعد للف الطاحونه، ويتفاجئ جو انها تقيله جدا عكس اللي هو كان متوقعه، وده خلاه يبذل جهد كبير عشان يقدر يسجل نقطه من مجموع النقاط المطلوبه منه. وقرر جو ان هو يبذل جهد اكبر وده لانه عنده امل ان هم ممكن يخرجوه لو اثبت كفاءته. وبعد نهايه اليوم بيسجل جو 100 نقطه وده ضعف الرقم المطلوب، فحياه الصوت الاصطناعي. وبعد كده نام جو من كتر التعب والمجهود اللي بذله. وفي نص الليل سمع صوت صريخ وبيفهم ان ده واحد من الموظفين اللي سجلوا اقل عدد من النقط المطلوبه، وحاول الموظف ده ان هو يترجاهم عشان يسامحوه، وبنعرف ان بكده هيتم ابعاده لكن ما نعرفش يعملوا فيه ايه بالظبط. وفي اليوم الثاني بيتكلم جو مع زميله اللي في الزنزانه وبيقول له ان هو سجل 100 نقطه، فنصحه ان هو ما يبلغش اي حد بعدد النقط بتاعته لانهم بكده هيحاولوا يسجلوا عدد نقط اكبر منه عشان يامنوا نفسهم، وده لانهم في منافسه مع بعض ولازم حد منهم يخسر كل يوم. وحاجه جو لزميله قال له ان هو نفسه يخرج من المكان ده ويطمن على زوجته، فنصحه زميله ان هو يركز في الشغل لانها هي الطريقه الوحيده للخروج من هنا. ونصحه كمان ان هو ما يعملش عدد نقط كبير لانهم هيبقى عندهم توقع منه ان هو لازم يحقق الرقم ده دايما. بعد كده ابتدى الجرس يرن وده معناه ان وقت الشغل هيبتدي بعد فتره قصيره، وابتدى جو يفتكر ذكريات قديمه مع زوجته كيت لما اشتروا بيت جديد، لكن هي كانت قلقانه لانه كان سعره عالي عليهم وكانت شركه ميلر هي اللي قدمت لهم على البيت، لكن جو كان دايما بيطمنها انه بذل مجهود كبير في الشغل عشان يوصل للمكان اللي هو فيه دلوقتي.
وفكرته كيت بميعاد الدكتور، لكن جو كان مشغول في اليوم ده وده خلى كيت تزعل من جو وطلبت منه ان هو لازم يحدد اولوياته. وبيرجع جو مره تانية وبيحقق 150 نقطه في نهايه اليوم. وفي اللحظه دي اتكلم مع جو حد من الحراس اللي واقفه بره وطلب منه ان هو يقلع ملابسه. وفي الوقت ده الباب فتح لوحده وطلب من جو ان هو يمشي في خط محدد ليه لحد لما وصل لاوضه تانية وكان فيه جهاز معين وده مهمته ان هو يرش الميه على زمايله المسجونين عشان يستحموا. وسمحوا لجو ان هو يستخدم الجهاز واستخدم الصابون لثواني محدوده. بعد كده رجع جو زنزانته ولبس لبسه وبتمر الايام وجو مكمل في زق الطاحونه. وكان في يوم كانت الحراره عاليه جدا وده اثر على مجهود جو وابتدى ان هو يفقد الامل. وسال زميله اللي في الزنزانه هو ليه كل يوم بيزق الطاحونه، ورد عليه زميله ان زق الطاحونه ملوش اي فوائد بس لازم يحققوا المطلوب منهم. وكان تاثر جو واضح جدا بالحراره لدرجه انه خلص الميه بتاعته في بدايه يوم وبكده هيكمل باقي يومه بدون ميه. وعرض عليه زميله اللي في الزنزانه انه يقف ورا العمود لانه هو المكان الوحيد اللي الكاميرا ما بتوصلش ليه وممكن يشرب من البول بتاعه، لكنه رفض ان هو يعمل كده ورجع مره تاني لشغله. وفي الوقت ده افتكر ذكريات تانية مع زوجته كيت وده لانها ابتدت تقلق بسبب فواتير طبيه كانت عليهم لدرجه انها فكرت انها تنزل تشتغل عشان تساعد جو، لكن جو رفض ده بسبب ان الطبيب كان محذرها من عمل اي مجهود كبير. وطمن جو كيت انه هيبذل مجهود اكبر في الشغل عشان يوفر الالتزامات اللي عليه. وكان جو عنده امل ان الشركه هتحسن المستوى المعيشي ليه وتعلي مرتبه، لكن كيت انفعلت عليه لانهم كانوا دايما بيوعدوه انهم هيرقوه من فتره كبيره ومفيش اي حاجه اتغيرت. وبتبقى زعلانه من جو لانه لسه متمسك بالشركه ورد عليها ان هو بيبذل كل المجهود ده عشان يامن حياتهم ويضمن ليهم مستقبل احسن. وبيرجع جو تاني لشغله وفي نهايه اليوم اتفاجئ انه سجل 370 نقطه. وحقيقه الصوت الاصطناعي بيوضح لجو ان غرض التدريب ان يعرفوا القدرات الحقيقيه لكل موظف. ولاحظ جو ان في اسم اليكس محفور على الطاحونه فسال زميله في الزنزانه عن قصه الشخص ده وشرح ليه ان هو كان مسجون قبل جو في نفس الزنزانه وهو الوحيد اللي قدر يهرب من المكان ده وبيعتبروه المساجين انه قدوه ليهم. واستغرب جو ان في حد قدر انه يهرب من المكان ده، واستغرب كمان ان كان ممكن يبلغ عليهم الشرطه ويخرج المساجين اللي في المكان. وفي اليوم التاني قدموا لجو ديه وهي عباره عن قلم محفور عليه اسمه مكافاه ليه عشان قدر ان هو يحقق عدد نقط كبير في اليوم اللي قبليه. وكمان رفعوا عدد النقط المطلوبه من جو من 50 ل 370 وده لانه اثبت كفاءته في تحقيق النقاط. واعترض جو على الكلام ده لانه مش هيقدر يحقق الرقم ده تاني، لكن رد عليه الصوت الاصطناعي وقال له ان مفيش حد يعرف قدراتنا الحقيقيه واحنا معتمدين على مجهود معين ومحتاجين حد يكتشف لنا قدراتنا الحقيقيه. فتعصب جو وابتدى يبص للكاميرا ويغلط فيهم فاضطر ان هو يرجع تاني للشغل عشان يحقق عدد النقط المطلوبه. وابتدى يزق جو الطاحونه لكن اتفاجئ ان النقط مش بتتحسب ولاحظ ان في علامه اكس على الشاشه وابتدى يقول لزميله اللي في الزنزانه اللي حصل فقال له ان كده هو متعاقب بمعنى ان كل اللفتين بيتحسبوا بنقطه واحده. وبكده بيعرف جو انه مطلوب منه يحقق 740 لفه وفهم جو ان ده عقاب ليه عشان هو غلط فيهم. بعد كده لاحظ زميله اللي في الزنزانه اللي جنبه ان جو ساكت فقال له جو ان عدد 740 لفه كبير جدا وان هو مش هيقدر يحقق العدد الكبير ده. فانفعل زميله اللي جنبه عليه لما عرف عدد النقط الكبير اللي سجله جو وبكده مطلوب من باقي المساجين انهم يحققوا عدد نقط كبير عشان ما يبقاش في عقاب ليهم. وابتدت المساجين التانيين يسمعوا حديث جو وابتدوا يزعقوا وينفعلوا على جو. بعد كده انتهى عمل اليوم وجو ما قدرش يحقق الرقم المطلوب منه. في الوقت ده الصوت الاصطناعي كان عايز يعاقب جو فعرض صوره كيت زوجته على الشاشه ووجه ليه رساله وبلغوه انهم هيجيبوها تساعده وزق الطاحونه لو ما حققش النقاط المطلوبه منه. فانهار جو ووعدهم انه عمره ما يأثر تاني في الشغل وبلغوا الصوت الاصطناعي انه في اليوم التاني لو ما حققش الرقم المطلوب منه هينفذوا تهديدهم وهيجيبوا كيت زوجته تساعده. بعد كده اضافوا لجو تحدي تاني وهو عباره عن ضوء احمر في غرفه الزنزانه عشان يشتتوا انتباهه. في اليوم التاني ابتدى جو يشتغل على طول ومش مركز في الضوء الاحمر عشان يقدر يحقق النقط المطلوبه منه. وتعب جو جدا لدرجه انه حس انه شايف نسخه تانيه منه وبتسخر منه عشان لسه عنده اقتناع انه لو نفذ اللي طلبوه منه انه هيخرج من هنا زي ما كان مقتنع انه لو بذل مجهود اكبر في الشغل الشركه هتقدره. ونصحه النسخه التانيه بانه مفيش اي فايده من اللي هو بيعمله وبدا يكلم جو عن زوجته كيتو. وابتدى جو ياخد زوجته حافز ان هو يكمل وتجاهل كلام النسخه التانيه منه وبيرجع يشتغل مره تانيه. وفي نهايه اليوم قدر ان هو يسجل النقط المطلوبه منه. بعد كده رحب بيه صوت الاصطناعي وبلغه ان عقوبه احضار زوجته كيت عشان تساعده اتلغت. بعد كده قدموا لجو مكافاه وهي عباره عن فيديو لزوجته كيت في المستشفى بعد ما ولدت طفلها. فحزن جو ان هو مش موجود معاها في الوقت ده. ابتدى يتكلم مع زميله اللي في الزنزانه وبيكون عنده رغبه ان هو يعرف ايه هي الطريقه اللي هرب بيها اليكس عشان يهرب هو كمان. وتعاطف معاه زميله لما عرف انه مش عارف يشوف كيت وابنه فقرر ان هو يساعده. فقال له ان هو هرب بعد ما كسر الحيطه اللي جنب العمود. وراح جو المكان اللي هرب منه اليكس ولاحظ اثار فتحه قديمه وقرر ان هو يستخدم القلم الهديه اللي معاه عشان يعمل فتحه في نفس المكان. بس الموضوع هياخد منه وقت شويه لانه مجبر ان هو يخلص مجموع النقط المطلوبه منه في اليوم. ولحسن الحظ ان المكان مش متراقب بالكاميرات وده هيسهل عليه عمل الفتحه. وقدر جو ان هو يعمل فتحه ويخرج منها وعدى من ممر ضيق جدا لحد ما وصل لاوضه ضلمه وكان فيها واحد من الامن وضرب جو على راسه ففقد وعيه. وفي اليوم الثاني بيفوق جو جوه الزنزانه بتاعته واتفاجئ ان هم قفلوا فتحه. وابتدى صوت الذكاء الاصطناعي يتكلم ويبلغه ان هو يتعاقب على محاولته للهروب وزميله كمان اللي في الزنزانه لانه بلغوا على طريقه الهروب. وكمان رفعوا عدد النقط المطلوبه لكل المسجونين ل 1000 نقطه في اليوم. بدأ كل المسجونين ينفعلوا على جو لانه تسبب ليهم في معاقبتهم معاه. وسمع صوت صريخ زميله وبيقول له انهم كسروا رجله. وبكده زميله مش هيقدر يشتغل اليوم وهيبقى متاكد انه هيتم استبعاده في نهايه اليوم. وبيقول له ان محدش يقدر يسيطر على اللي بيحصل لان النظام هو اللي بيدير نفسه. وقال له كمان انه كان شغال في قسم التكنولوجيا المعلومات في نفس الشركه وهو ساهم في تطوير النظام ده وبيبقى عارف ان مفيش اي مخرج منه. فبدا جو ان يفكر في كلام زميله وفهم ان الصوت الاصطناعي هو اللي بينفذ العقاب في المساجين اللي معاه لو ما حققوش عدد النقط المطلوب منهم. ومره واحده جات لجو فكره ان مفيش اي حد يشتغل وبكده تكون كل النقط متساويه.
ومش هيبقى فيه اي عقاب ليهم، وابتدى يتكلم بصوت عالي عشان المساجين تسمعه، عشان يقدر ان هو يشرح ليهم ويقنعهم بالفكره، وشرح ليهم انهم ممكن يتعاونوا مع بعض. لكن كان في بعض المساجين قلقانه من كلام جو وايه اللي ممكن يحصل ليهم لو ما نفذوش المطلوب منهم، بس بعد كده قرروا ان هم يتعاونوا مع بعض ويكونوا مع جو. وابتدى وقت الشغل وكل المساجين بيكونوا ملتزمين باتفاقهم مع جو ومحدش بيشتغل، وبينتهي وقت العمل وبنسمع الصوت الاصطناعي بيحذرهم ان هيكون في عقاب وابعاد. لكن جو ما تاثرش بكلام الصوت الاصطناعي، بعكس المساجين اللي خافوا وابتدوا يسجلوا عدد نقط بسيط عشان يقدروا ينقذوا نفسهم، وابتدى جو يكلمهم وبيحاولوا يوقفهم عن العمل لكن بدون نتيجه. وابتدي المساجين يشتغلوا تاني باستثناء جو وزميله اللي في الزنزانه، وبيقول له زميله اللي في الزنزانه انه مش هيقدر ان هو يشتغل وده بسبب الكسر اللي في رجله، وطلب من جو ان هو يسجل عدد نقط عشان ما يبقاش فيه اي عقاب ليه، على امل ان هو ممكن يخرج من هنا ويرجع لعيلته. بعد كده جو كان متضايق من نفسه لانه كان السبب في اللي حصل لزميله، فاعتذر جو لزميله وابتدى ان هو يزق الطاحونه مره تاني، وقدر ان هو يسجل نقطه واحده قبل ما الوقت ينتهي، وبكده يبقى زميله هو الوحيد اللي ما قدرش يسجل نقاط، وده معناه ان هو هيتم استبعاده. وبيتكلم مع جو عشان يودعه، وكان جو عايز يعرف اسمه، واتفاجئ ان زميله هو نفسه اليكس اللي حاول يهرب من الفتحه اللي في الحيطه، وبيحكي لجو ان هو حاول يهرب لكن قدروا ان هم يمسكوه، وكان عنده امل ان جو يقدر يهرب منهم. وبعد شويه سمع جو الحراس وهم بياخدوا اليكس وكان متاثر جدا. وفي اليوم الثاني الصوت الاصطناعي قرر ان هو يحفز جو عشان يرجع لمستواه، فعرض فيديو لزوجته وابنه، وكانت مفاجاه لجو ان الطفل كبر وابتدى ينهار وحس انه بقاله فتره كبيره في المكان ده، ورفض ان هو يشتغل مره تانية. فقرر الصوت الاصطناعي انه يستغنوا عن خدماته ويتم استبعاده، فخمن جو انهم هيقتلوه. ومره واحده اتفتح الباب الحديد ودخل عليه 12 شخص، وبيحاول يعرف مين دول واي تفاصيل عن المكان ومين المسؤول فيهم، لكن محدش رد عليه. وبعديها بيدخل الحارس وجايب معاه حقنه. بعد كده حس جو ان الفكره اللي فكر فيها ممكن تخسره زوجته، وفي الوقت ده اتعصب وانفعل وضرب الحارس. وابتدى يتكلم الصوت الاصطناعي ويقول ان الحارس فشل في اداء المهمه المطلوبه منه، وبيكون كمان بيتم رفع العقوبه عن جو وترقيته للمستوى التاسع بشرط انه يفضل يضرب الحارس لغايه لما يموت. في الوقت ده حس جو ان كل اللي بيحصل ده تخطيط من الشركه، وانه لو قتله هيفضل برضه محبوس في مكانه، وابتدى ينفعل جو وبيطلب ان هو يستقيل من الشركه. في الوقت ده فاق جو وبيبان انه متوصل باداه معينه ومعاه موظفين كتير ومتوصلين كمان بنفس الاداه، ودخل عليه زميل ليه اسمه جوني، وده كان حارس الامن في وقت التدريب، وبيقول له جوني ان ده كان محاكاه للتدريب. فلاحظ ان جو مرتبك وقلقان، فطمنه ان بعد فتره هيرجع لحالته الطبيعيه، وبيقول له كمان ان هو لسه فايق، وفكروا ان هو اللي تطوع في البرنامج ده، وكل ده حصل في خلال ساعه واحده بس. وبيكمل كلامه وبيقول لي انه قضى فتره كبيره في الشركه وهو في المستوى الثامن، وشرح لي انه ما كانش عندهم سبب قوي لترقيته. بالتجربه اللي عملوها لجو اكتشف ان عنده امكانيات كبيره ممكن تفيد الشركه، لكن ما كانش بيبقى محطوط تحت ضغط مناسب، لذلك امكانياته ما كانتش ظاهره بشكل واضح. والدليل على كلامه ان كل ما يحط جو في تحدي جديد كان بيقدر يكمل ويستمر، بالاضافه لمهارات تانية لما اتفق مع زمايله في السجن ان محدش هيشتغل عشان يضغط عليهم. وكمان لاحظوا ان الانتاجيه ارتفعت بشكل ملحوظ، مع كل تحدي جديد بيكون اصعب من اللي قبليه، وبالطريقه دي بيكون جو مستعد انه يترقى للمستوى التاسع. وبدأ اخده جو للمكتب الجديد وطلب من جو التوقيع على بنود خاصه واللي بتكون سريه وممنوع اي حد يعرف عنها اي شيء. بعد كده مضى جو لما افتكر عيلته وزوجته والتزاماته للعيله. بعد كده خرج جوني وابتدى جو يتواصل مع كيت زوجته، واستغربت لان جو اول مره يكلمها في وقت الشغل وكان عايز يطمن عليها. بعد كده انهى المكالمه معاها وبيبقى لسه متاثر باللي مر بيه، وبيبقى عايز يفكر ازاي يقدر ينتقم منهم وبكده يخلص فيلمنا النهارده.